الإسرائيلي المحتل وإعلان ذلك. ثانيا، إزالة منتجات المقاطعة من جميع نقاط البيع التابعة لجامعة الشرق الأوسط التقنية. ثالثا، إزالة منتجات المقاطعة من المؤسسات التجارية داخل جامعة الشرق الأوسط التقنية. رابعا، قطع جميع الإمدادات من نفط أو غيره من الموارد عن الكيان الصهيوني المحتل، وتطبيق حظر شامل على كل ما يتم إيصاله له. وخامسا وأخيرا، عدم عرقلة المساعدات المتجهة من تركيا بهدف كسر الحصار عن غزة، بل تيسيرها ودعم وأكاذيب الغرب. ونحن من هنا نرسل سلامنا وتحيتنا إلى أهل فلسطين وشعب غزة الأبي الصامد، وإلى مقاومتها المباركة التي جعلتنا ندرك أن المعركة ضد إسرائيل الإرهابية لا يمكن أن تكون من خلال الدبلوماسية وأحاديث حقوق الإنسان الزائفة. ونمد هذا السلام إلى طلاب الجامعات الأمريكية والأوروبية وغيرها، وجميع الأحرار والشرفاء الذين وقفوا أمام هذا الطغيان. ونحيي جميع شهدائنا، وخاصة أخونا الشهيد حسن مأمون الذي تخرج من هذه الجامعة، وأخونا الشهيد حسن سكلانان الذين واصلوا طريقهم حتى نالوا رتبة الشهادة في سبيل هذه القضية. تقبل الله منهم. نسقط إسرائيل! نسقط إسرائيل! واسقط معها كل عميل! نسقط إسرائيل! نسقط إسرائيل! واسقط معها كل عميل! ونحن كطلاب هذه الجامعة ندعو زملائنا طلاب هذه الجامعة وأن تردهم إلى ديار المسلمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين. اللهم افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.